إذا كنت غير مهتم بالمال فأنت على الأغلب من هذا النوع من الأشخاص. فكر حالك إنسان راقي وواعي أو زاهد وأكبر من الأمور المادية وما بتحب وسخ الدنيا، لكن بالحقيقة أنت خايف تدخل باللعبة وخايف تتعلم وخايف تبيع وخايف تسعر شغلك وخايف تطالب بحقك وخايف تقول أنا بدي حياة أوسع وأفضل من هيك. يعني بعبارة أوضح، أنت خايف تكون الصورة الأفضل من نفسك. في ناس كتير بتفكر إنه المشكلة هي حب المال زيادة عن اللزوم. للأمانة المشكلة بالعكس تمامًا، المشكلة بتكون لمّا الشخص بيكره المال أو عم يهرب منه. لمّا بتكون هيك فأنت عم تهدر طاقتك كلّها بدون ما تحس، داخليًا مرتاح نتيجة وهم. هذا الوهم بيوحي لك إنه حب المال مشكلة أو مرض أو داء خبيث أو طمع. ومع هيك أنت بتشتغل وبتتعب مشان هالمال. وقتك وضمان صحتك واختياراتك كلّها مرتبطة بالمال. يعني كيف هيك؟ شو هالانفصام هذا؟ تكره شي وبنفس الوقت بتسعى له. طيب جرب فكر هيك، حب المال هو شهامة وطموح، أخلاق ونبالة، وصدقني ما رح تكون عم تكذب عن حالك. لما بتقول هيك رح تبلش تشوف إمكانياتك ومعدنك الحقيقي. قبل ما أقول شي رح يزعجك أكيد، بدي جاوب على عبارة أكيد قلتها بينك وبين حالك، إيه لا ما في حدا بيكره المصاري أو بيكره المال. لا في، بيكرهه. الاعتقاد إنه المال شيء سطحي ووسخ أو ضد الأخلاق هو كره للمال. يعني حتى لو كنت مليونير وعندك هاي القناعة فأنت عم تهين الشي اللي ممكن يكون أكتر شي بيمنحك قيمة. لهيك كون صادق مع حالك، لا تهين الأشياء اللي بتمنحك قيمة. اللي بدي أقوله إنه كره الشخص للمال هو علامة، هو أبدًا مانو علامة يعني وعي، هو علامة إنه في شي غلط. هو مجرد خوف مغلف بقشرة أخلاقية. طبعًا بهذا الفيديو بدي أحكي عن فكرة بسيطة جدًا اللي هي إنه قد يكون سبب تعثر أمورك هو علاقتك النفسية بالمال. خليك معي. إذا هاي أول مرة بتشوفني أهلا وسهلا، أنا أحمد خليل مؤلف كتاب المال بطريقة ذات معنى. رابط الكتاب بالوصف تحت الفيديو. الكتاب مجاني تماما. وبهي القناة بحكي عن المال، عن الجانب الأخلاقي والمعنوي حول المال. كلامي موجه للناس اللي بدها تبني حياة أوسع شوي، أهدى شوي، وأقرب للشي اللي فعلا بدها إياه. إذا حابب تحسن علاقتك بالمال وتفهمه بطريقة صح اشترك بالقناة. خلّيني أوضّح من البداية، أنا ما عم أقول إنه المال هو معنى الحياة، ولا عم أقول إنه الإنسان كل ما جمّع أكتر صار أحسن، ولا إنه اللي معك بيحدد قيمتك الأخلاقية، ولا عم أقول إنه لازم تركض ورا المصاري وتنسى حالك وبيتك وصحتك. لا، لأ، الفكرة أعمق من هيك. الفكرة إنه المال شئنا أم أبينا داخل بكل تفصيل تقريبًا من تفاصيل حياتنا. المال بعالمنا الحالي أداة بقاء، وأنت بحاجة لحتى تبين قيمتك وتوصل رسالتك للبشرية. لهيك أنت لازم تكون قادر على البقاء، وهذا بيحتاج مال. إلا إذا كان بدك تعيش مثل روبنسون كروزر بجزيرة معزولة، يعني هاد شي تاني، ساعتها بجوز بدك ببغاء، لا بدك مال ولا بطيخ. المشكلة إذن مو بالمال، المشكلة بصورة اللي براسك عنه لهذا المال. يعني صورة المال براسك. أغلب الناس ما عندها موقف واعي من المال، عندها موقف موروث. يعني من وقت ما كنا صغار كنا نسمع شغلات مثل المصاري بتفسد الناس، الأغنياء أنانيين، اللي بيركض ورا المصاري إنسان سطحي، البيع كله تلاعب ونصب واحتيال، البزنس استغلال للناس، بالربح عملية الربح أكيد في حدا انظلم. لا مو صح. مع الوقت هاي الجمل بتحيط بمفهوم المال وبتصير هي العدسة أو الفلتر اللي بتشوف من خلالها العالم، وبتقع برهاب المال وبتبلش تقترف الأخطاء. فبتكون انحطيت بمأزق وفتت بمتاهة. بدك حياة أحسن بس ما بدك تحكي عن المال. بدك حرية مالية بس ما بدك تبني دخل يعطيك هاي الحرية المالية. بدك استقرار معنوي بس ما بدك تفهم كيف تكسب مصاري من شي بيفيد الناس. أو مثلا بدك تترك شغل معين إذا كان خانق أو مجحف، بس بنفس الوقت تستحي تتعلم تبيع وتسوق وتسعر وتفاوض. يعني أنت بدك نتيجة بس رافض الطريق اللي غالبا بيوصلك لهي النتيجة. خليني أعطيك مثال بسيط. كتير أحيان تسمع شخص عم يقول أنا ما بحب المصاري، المهم راحة البال،
وما بدي تعب حالي واسعى وراها لأنه طرق الحصول عليها غالبا ملتوية. طيب جميل، رح اجي معك مثل ما بدك. بس بعد شهر نفس الشخص بتلاقيه منهار لأنه عنده فواتير متراكمة، ومتوتر لأنه الراتب ما بكفي، ومخنوق لأنه ما فيه يغير شغله اللي بيكرهه، خايف من أي شي بيصير معه، خايف تتعطل سيارته مثلا، خايف لأنه أي مشكلة صغيرة بتكسر الميزانية كلها. طيب السؤال هون، هل هو فعلا متحرر من المال ومرتاح البال، ولا المال أصلا مسيطر عليه أكثر من أي شخص تاني؟ بعلم النفس بيميل الكثيرين إلى إخفاء تعلقهم بالأشياء خلف شو؟ خلف ستار إنكارها، بصير في عملية نكران. طيب، على هذا الأساس الشخص اللي بيقول أنا ما بهتم بالمال بيكون طول يومه محكوم بهالمال، وهيك بدل ما يتعلم يتعامل معه بيضل يتظاهر انه اعلى من الموضوع، يعني بكذب على حاله، مشكلته بتصير اعمق. طيب، ليش المال مهم لهالدرجة؟ المال برأيي أنا بالماضي والآن وبالمستقبل رح يبقى مهم. المال مو شيء شيطاني على فكرة أبدا، هو اختراع غير المجتمعات، خلاها أكثر تنظيما، قضى على عيوب نظام المقايضة القديم، سهل حركة التجارة، ساهم بظهور الأنظمة الاقتصادية الحديثة، بناء الحضارات، يعني صنع عالمنا اللي نحن فيه هلأ. الناس حاليا ليش بتشتغل سنين طويلة أصلا؟ عشان تاكل، تدفع أجار أو قسط بيت، تدفع كهرباء ومي وإنترنت ومواصلات، تعالج حالها إذا مرضت، تعلم أولادها، تحمي عائلتها، ويكون عندها خيارات. يعني ببساطة مشان الحاجة الأساسية وهي البقاء. طيب كل هذا مرتبط بالمال، يعني حتى الأشياء اللي بتحب تقول عنها إنه هي مو مشان المال، غالبا المصاري المال موجود فيها بالخلفية. لهيك لازم تطور مهاراتك للتعامل مع شيء هو عماد حياتنا الحالية، لأنك لما تطور مهاراتك أصلا أنت عم توسع فرصك، لما تهتم بصحتك أنت عم تحمي قدرتك على الشغل، لما تتعلم أنت عم تزيد قيمتك، لما تبني شبكة علاقات أنت عم تفتح أبواب. يعني المال مو دائما السبب الوحيد، بس بكتير مرات وكتير أحيانا بيكون موجود، يعني بأي شيء عم تسويه هو موجود. إذا أقنعت حالك إنه مجرد التفكير بالمال شيء سيء، بتصير مثل شخص محتاج هواء بس مستحي يتعلم كيف بده يتنفس. هون المشكلة الأساسية، لما بتشيطن المال بتبلش تتهرب من كل المهارات المرتبطة فيه، تهرب من انك تفهم القيمة، بتهرب من انك تسعر شغلك، تهرب من انك تبيع، تهرب من انك تفاوض، انك تحكي بثقة، انك تطلب حقك، انك تبني دخل اضافي، تهرب من انك تقول انا بدي اكتر. طيب ليش عم تهرب؟ تهرب من نفسك، وبتلاقي حالك غريب بعالمك، وبدل ما تشوف المال كأداة بتصير تشوفه كاختبار اخلاقي. يعني كل مرة بتفكر بالمصاري بتحس حالك غلط، وبتشعر بالذنب، وبتهرب من المواجهة، وبتصير بتهاجمك هاي الأوهام إنه يمكن أنا صرت مادي، يمكن عملية البيع أصلا مو إلي، أو الطموح للمال عيب. بتخاف يفكروك عبيد عملة مثل ما بيقولوا، وهيك بتضل مكانك، بتصير شخص خامل عايش بكذبة هو أصلا صدقها، بس لأنك سكرت الباب قبل ما تجربه أصلا. خلينا نفرق بين شغلتين. كلنا بنعرف هاي القصة تبع مرة رجل طماع طلب من ساحرة تعطيه قدرة يحول انه كل شي بلقه لذهب، لكن لما صار يلمس الاكل صار ذهب وهيك مات من الجوع. طيب هذا لو انه طلب مثلا انه يصير رائد اعمال او يصير عنده بزنس مرتب، لكان استمتع بالذهب وبالاكل سوا. في فرق كبير بين انك تحتاج المال وانك تعبد المال. انك تحتاج المال هذا شيء طبيعي، انه يكون عندك رغبة تعيش بكرامة، او رغبة انه يكون عندك وقت فراغ اكتر لحتى تنمي مواهبك، يكون قدامك خيارات اكتر، هذا شيء طبيعي. انك بدك تحمي عيلتك وتبني شيء له معنى، فهذا حقك طبيعي. المشكلة مو هون ابدا، المشكلة لما المال بذاته بيصير هو الشيء الوحيد اللي بتعتبره له قيمة، لما يصير هو مقياسك لنفسك. يعني لما يصير كل قرار بحياتك مبني على قديش بجيب، قديش بكسب، حتى لو خسرت صحتك وعلاقاتك واحترامك لنفسك، هون طبعا بيبلش الجانب الغير أخلاقي للمال. ولاحظ انه انت اصلا اللي تعطيه هذا الشيء، هذا الجانب الاخلاقي الغير اخلاقي عفوا، يعني انت اللي بتخلي المال يصير مفيد واخلاقي او غير اخلاقي. لكن اغلب الناس اصلا ما بتوصل لهون،
لأنهم مصابين برهاب المال. شو هذا رهاب المال؟ كيف أعراضه؟ خوف من طلبه، الخوف من تعلم الحصول عليه. الناس ما بتعرف كيف بدها تحصل على المال، كيف بدها تكسب المال. يعني هون في مهام لازم الواحد يتعلمها كيف بده يكسب المال. الخوف من الاعتراف إنه مهم أصلا. هدول الشغلات بيخلوك، يعني هذا رهاب المال، بيخليك بدل ما تسأل كيف بدي أكسب المال، بتصير بتهرب أصلا لسؤال يلي هو أسهل بكتير: كيف أقنع حالي إنه المال أصلا غير مهم. وهيك بتصير تبتكر وتألف كل يوم المزيد والمزيد من الحجج، وبتهرب من المال تحت شعارات رنانة، مرة باسم الزهد، مرة باسم الأخلاق، أحيانا باسم الروحانية. أو بتصير تحط من مقدار نفسك إنه أنا مو تبع بزنس، أنا إنسان بسيط، بحترم البساطة، بحترم القناعة، بحترم الإنسان اللي ما بده يعيش حياة استعراضية. هون بيتشكل وهم اسمه القناعة، اللي بيخفي أصلا وراء استسلام. طبعا في فرق بين القناعة والاستسلام. القناعة انك تعرف شو بكفيك، الاستسلام انك تقبل بوضعك لانك بتخاف تغيره. قناعة انك ما تبيع روحك للمال مع ادراكك لقيمته الحقيقية. الاستسلام انك تضل منغلق جوا قناعاتك الخاطئة عنه. قناعة قوة بس الهروب ضعف، واحيانا نحن بنسمي الهروب قناعة لانه الاسم الطف. ليش فهم المال جزء مهم من التطور الشخصي؟ مو لأنك لازم تصير رجل أعمال، ولا لأنك لازم تفتح شركة وتصير مليونير، لأنه إذا كنت أصلا غارق بالضغط المادي صعب تتطور بعمق، صعب تركز، صعب تبدع وتقرأ وتتعلم وتجرب، صعب تفكر بهدوء، يعني حتى صعب تكون لطيف مع الناس حواليك. لما بيكون عقلك مشغول بسؤال كيف بدي أمن المصروف، بصير وعيك محاصر بالبقاء. هذا الشيء متعب، مو بس ماديا، نفسيا كمان. لهيك حرر عقلك. في قرصان كان يقول: الذهب لا يجلب السعادة لكنه يشتري الحرية. طب في سعادة أكثر من الحرية؟ يا سيدي هذا عبقري، هذا لو كان عايش بعصرنا هلا كان شي مدير عظيم بكل بساطة. المهم، توتر بسبب المصاري بيضيق العقل، بيخليك تشوف خيارات أقل، بيخليك تخاف أكتر، بيخليك تتمسك بأي شغل حتى لو كان عم يكسرك، بيخليك تقبل بأشياء أنت ما بدك إياها. يعني بتصير مكبل بالتفاصيل اللي رح تكون حاجز أمام انطلاقك. ففهم المال يا صديقي مو رفاهية، ما انه موضوع سطحي. فهم المال مو بس للناس اللي بتحب البزنس، هو جزء من قدرتك انك تتحرك بالحياة، تتحرك الى الامام. وهون في فكرة مهمة جدا: المال مو بديل عن المعنى بالحياة، لكنه بيفك الخناق عنه حتى تقدر تلاحق المعنى بالحياة أصلا. وهون بنرجع لمقولة القرصان: الذهب أو الأحرى يعني المال يشتري الحرية. لأنه صعب تحكي عن رسالة بالحياة أو معنى أو شغف وأنت أصلا مو قادر تدفع أبسط الأشياء. صعب تحكي عن الإبداع وأنت مستنزف من شغل ما بتحبه. صعب تحكي عن حرية وأنت ما عندك أي مساحة تقول فيها لا. فالموضوع مو يا مال يا معنى بالحياة، الموضوع كيف خلي هالمال يخدم هذا المعنى، كيف خلي المال يوسع حياتي بدل ما يبلعها. يعني كيف اكسب بطريقة ما تخليني اكره حالي. هون الموضوع. وهذا هو السؤال الحقيقي: كيف افهمه بدون ما اضيع فيه لهالمال؟ وفي ناس بتفكر انه رفض المال هو نوع من التمرد على العالم المادي. طيب كيف بيخليني المال اكثر اخلاقية؟ يا سيدي انت لما بتقول انا مو مثل كل الناس، انا ما بعبد المصاري، انا ضد السطحية والمادية، ما بتكون عم تتمرد على المادية ابدا. لأنه التمرد الحقيقي هو إنك ما تترك المال للسطحيين والمحتالين. التمرد الحقيقي إنك تكسبه بطريقة أنظف، بطريقة أوعى، بطريقة أقرب لضميرك. إنك تبني قيمة حقيقية، تساعد ناس فعلا، إنك تحل مشكلة، تقدم شيء مفيد وتاخذ مقابله مال. وين المشكلة هون؟ يعني إذا أنت عندك شيء مفيد وعندك قدرة تساعد وعندك خبرة وعندك مهارة، يعني ليش تستحي تربح منها؟ عندك هلأ بالعكس، هلأ صار عندك واجب أخلاقي بثق من المال. ليش تترك السوق أصلا لناس أقل ضمير منك؟ ليش تترك المال محصور بإيد الناس اللي ما عندها مشكلة تكذب وتبالغ وتستغل؟ وجودك بالسوق بطريقة نظيفة هو بحد ذاته موقف أخلاقي، لأنك بتكون عم تقول إنه إيه في طريقة نكسب فيها بدون ما نكذب، في طريقة
نبيع فيها بدون ما نستغل، في طريقة نبني فيها دخل بدون ما نخسر حالنا، وهذا فرق كبير على فكرة. أوكي، يعني التحدي الحقيقي مو كيف بدي أعيش بدون مصاري، التحدي الحقيقي هو كيف بدي أكسب مصاري، كيف بدي أكسب فلوس بدون ما أخسر حالي. طيب كيف أتعلم البيع بشفافية، كيف سعر شغلي بدون ما أحس بالذنب، كيف أطلب حقي بدون ما أحس إني وقح، كيف أبني دخل بدون ما أصير عبد لإله لهالدخل، كيف استخدم المال كأداة وليس كهوية. هون الشغل، هون التطور الحقيقي. طيب لأنه الموضوع مو بس أرقام، الموضوع علاقة داخلية بينك وبين المال، وهون أنا بأكد لك إنه موقفك من الأشياء هو اللي بيحدد مدى أخلاقيتك. يعني أنت كيف شايف المال، كيف شايف نفسك لما تطلب المال، كيف تحس لما تربح، شو عم بتحس لما تصرف، كيف بتحس لما حدا يدفع لك. شايفوا هذا الشعور؟ هاي الأسئلة مهمة، هاي لازم تضبط علاقتك مع هاي الحالات. لأنه مرات المشكلة مو بالسوق أبدا، ولا بالفرص، ولا بالذكاء. مرات المشكلة إنك من جوا مو سامح لحالك تكسب. فإذا كنت بتنظر لكسب المال بحد ذاته كأنه شيء غير نبيل، ممكن تكون عم تحرم نفسك من أداة أساسية بالحياة. إذا علاقتك مع المال خائفة أو مشوهة، متأثرة بالنمط الأخلاقي السائد اللي كلياتنا ربينا عليه، رح تضل عالق بنفس الدائرة: ضغط، تعب، قلة خيارات، توتر، اعتماد على شغل أحيانا ما بتحبه، حياة أضيق من هالإمكانات اللي نتمناها كلياتنا. بالنهاية بصير في مفارقة غريبة بتقول إنه ما بدك المال يسيطر عليك. طب هو فعليا مسيطر عليك، يعني مثل وهم انت خلقته وسمحت له يستولي على حياتك. وهون لازم نكون صريحين مع حالنا: المال بحد ذاته مو شر ولا خير، هو مجرد أداة مثل السكين، فيك تستخدمه لتطبخ، فيك تستخدمه لتأذي. يعني السؤال هو مو انه هل المال جيد او سيء، السؤال الحقيقي هو هل انت فهمانه ولا اصلا خايف منه، هل عم تستخدمه ولا هو عم يستخدمك، هل عم تتعلم كيف عملية كسبه ولا عم تهرب منه باسم شغلات مثل الأخلاق والضمير وهالحكي. فيمكن الخطوة الأولى مو إنك تركض وراء المال، الخطوة الأولى إنك تبطل تكرهه، أو بعبارة أخرى تكون صريح مع نفسك، تشيل هاي الفلاتر اللي حطها النظام الاجتماعي على بصرك. بطل تشوفه كعدو، وتبطل تشوف كل شخص بيحكي عن المال كأنه سطحي. بطل تستحي من رغبتك بحياة أفضل وأوسع، لأنه هالشي مو عيب. العيب إنك تضل مكبل بأوهامك وتقنع حالك إنك عايش بنعيم الفضيلة. طبعا أكيد الطريق صعب، وتعلم المال والبيع والقيمة لا يخلو من مشاكل، وفي خوف وفي شك وفي صوت جواتك بيقول مين أنا أصلا حتى أطلب، مين أنا حتى بيع، مين أنا حتى أبني شي. بس هو هيك شكله الطريق الصح، مو سحر، هو شغل طويل بنفس الاتجاه، شغل 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 باتجاه واحد. وإذا حبيت هالفكرة فهي مأخوذة من كتابي المال بطريقة ذات معنى. طبعا الكتاب مرة تانية بقول متاح مجانا، وبتقدر تنزله من الرابط الموجود بالوصف. وإذا بتحب هذا النوع من الأفكار عن المال، الشغل، المعنى والانضباط، اشترك بالقناة. مو لأنه عندي كل الأجوبة، بس لأنه عم نحاول نفهم الطريق خطوة خطوة. باي، سلام.